السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم راح نوجد معكم مقريوش بدون آلة توريق بمقادير مضبوطة بالكاس للمبتدئات. طريقة تضفيره راح تشوفوا معايا كامل التفاصيل وتحصلوا على قريوش من أروع ما يكون، خفيف مورق وبنين بزاف. ما تنسوش تجمل الفيديو وبارطاج كالعادة باش يوصل أكبر عدد من الناس. بسم الله، نبدأ مباشرة في تحضير العجينة. نحتاج فيها 500 غرام تاع الفارينة، كنت قسمتها على الكيسان كما قلت لكم في بداية الفيديو. راح نمد لكم المقادير بالكاس هكا كل أخت تقدر توجد. اللي ما عندهاش الميزان واللي عندها الميزان. 500 غرام جاوني 5 كيسان، الكاس جاني كاس إلا أصبع كما تشوفوا. الفارينة ضروري نغربلوها باش نتخلصوا من الحبيبات اللي يكونوا فيها، وتاني حاجة باش نهويو هذيك الفارينة وتجينا الحلوى تاعنا خفيفة وناجحة. نضيف لها هنايا من كل حاجه مغرف صغيره، عندي مغرف صغيره تاع ملح، مغرف صغيره تاع لافاني، ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات. وكيف كيف راح نغرب لهم باش اي حاجه تكون فيهم ولا تكون فيهم حبيبات تخشينه راح نحيها، باش هكا من بعد كي نطرح العجينه تاعي نتاكد باللي ما راحش يقطعوا لي هذوك الحبيبات العجينه. هنايا خميره الحلويات تكون مغرف صغيره لكن معمره مليح، او ديروا نص باكي تاع خميره الحلويات وزن 5 غرام. بهذه الطريقه راح نغرب لهم كامل. نحاول هنايا انا خدمت فقط بالسكر فانيلا، بقى معايا شويه من فوق هذاك السكر لكن حاولت نهبطه. بعد ما نخلط النواشف مع بعضهم راح نجيب 125 غرام تاع المارغرين ولا السمن اللي يكون متوفر عندكم ولا اللي تحبوا تخدموا به. راح ندوبه من بعد نخليه يعود دافي، عاد نحطوه في الفارينه كما راكم تشوفوا، ونضيف معاه نصف فنجان تاع الزيت. كي نحطوه في الكاس راح يجيني 4 كاس كما تشوفوا. نحط هذاك الزيت مع الزبده ولا مارغرين ولا سمن كما قلت لكم كما تحبوا تخدموا به، ومن بعد نبدا نبسس العجينه بهذه الطريقه. هنايا نخدم الفارينه هذيك والبسس بين يديا مليح بهذه الطريقه حتى ما نشوفش هذيك الفارينه، يعني كامل يقيسها ليدام بهذه الطريقه. كي تضغطوا عليها راح يعني تفتت معكم على شكل كتل كبيره. هنا نعرفوا باللي يعني الفارينه تاعنا راهي مبسه مليح وماخذه كفايتها من البسس. راح نجيب حبه بيض تكون صغيره من الاحسن، ونزيد لها مغرف كبيره تاع خل، ونزيد كيلة غير ربع خليط بين ماء وماء الزهر، وما يكونش بارد البنات. اذا كان عندكم الماء بارد دفيوه ولا حطوه ماء دافي هكا باش ما يتشكلوناش كتل، على خاطر هذا هو السبب اللي يخلي طبعا الحبيبات هذيك او الكتل تدير في العجينه من بعد كي تبلوها، هو السبب المكونات اللي تحطوها بارده. حطيت كميه من خليط ماء الزهر والماء فوق الحبه تاع البيض والخل، ونبدا نجمع العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه تكون عجينه متماسكه كما تشوفوا. ما ديروهاش البنات مطلوقه، يعني ما ديروهاش جاريه، نلمها بهذه الطريقه. هذا هو القوام نتاعها كما تشوفوا، وهذا هو الماء اللي بقى لي من كيلة غربة. نعجنها بيدي غير شويه كما تشوفوا فوق طاوله العمل بهذه الطريقه. من بعد نقسمها على 2 ونبدا نكور العجينه بالشكل هذا. نحاول نليمها مليح ونحي هذوك التشققات اللي يكونوا فيها بهذا الشكل. ديرهم في زوج بنفس الطريقه. بالنسبه لعجينه القريوش عموما تحب ترتاح، تحبوا تبلوها في الليل وغدوه الصباح تخدموا، تحبوا تبلوها الصباح وفي الليل تخدموها. المهم قد ما تخليوها ترتاح راهي مليحه، وما تخافوش اذا تبات معاكم الثاني نهار ما يصالها والو. اللي مزروبه ومزروبه تقدر تخليها نص ساعه ساعه قد ما يكون عندك الوقت عادي وتخدمي مش مشكل. بعد ما ارتاحت انا هنايا ثاني نهار نجي راح نطرحها بنشا، نطرحها حتى تولي معايا رقيقه. وهنا رايحين نورقوا القريوش تاعنا بدون استخدام آلة التوريق كما راكم تلاحظوا. من بعد نرش شويه تاع نشا ونطبق العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. نزيد نرش هنايا شويه تاع نشا. واللي تحب الوصفه هذه تاع القريوش بدون توريق البنات مباشره بعد ما تخلي العجينه تاعها ترتاح تطرحها طرحه واحده بلا ما تورقها وتخدم عادي القريوش تاعها نفس الطريقه، لكن ما يجيهاش لداخل مورق، يجيها كيما تاع زمان قريوش عادي. هنايا البنات بعد ما ورقت كما شفتيو بنفس الطريقه العجينتين تاعي في زوج وخليتهم يرتاحوا، يعني لازم نخليهم على الاقل ربع ساعه نص ساعه تزيد ترتاح عاده باش نعاود نطرحها، باش كي نعود نطرح فيها ما ترجعش معايا العجينه، ونطرحها رقيقه ما امكن قد ما نقدر بالحلال. ونجي هنا نحي لها الحاشيه ونبدا ندير هنا الاشرطه تاع القريوش. حندير هنايا 5 اشرطه، لازم يكونوا شويه عراض 1 سنتيم ولا 1 سنتيم وشويه.
قد ما نديروهم مع بعض يجي الشكل تاعهم من بعد باهي، خصوصا هذا القريوش المورق. هنايا الشريط الخامس راح نقص، وبالنسبه للطول تاع المستطيل ديروا حوالي 8 هكاك حسب الكبر اللي تحبوه نتوما. كاين يحبوا القريوش يجي حجم تاعو صغير، كاين يحبوا الحبه تجي كبيره الله يبارك. ديروا من 8 وروح، من 8 وطلع، 8 سنتيم قصدي. هنايا نجيب الحبه تاعي تاع القريوش، نهز الشريط ونخلي شريط، ومن بعد نحكم الطرفين تاع العجينه بالاصابع تاعي في زوج بهذه الطريقه ونجبدها. نقلب العجينه، هنايا راني نخدم غير بشويه هكا باش تكون عمليه واضحه قدامكم وتشوفوا العمليه. اللي ما فهمتش مليح زيد تعاود هذا المقطع قداش من مره راح تفهم، تجيها سهله ان شاء الله. شوفوا نهز الشريط ونخلي الشريط، يجيونا 3 من جهه وزوج من جهه. بعد ندخل الاصبع تاعي الثاني ونحكم هذا الجهتين نلصقهم في بعضهم بيدي. ها العمليه واضحه خلاص. ونجبدها ونقلب ونحاول نعدلها، ما نخاف منها ما والو، نعدل ونلصق هذو الاطراف في زوج مع بعضهم. نحاول نخلي هذوك الاشرطه يكونوا مفتوحين مع بعضهم كما هكا. وبعد نكمل كميه البنات، لما نكمل يعني كميه قليله كما تشوفوا هذه الكميه نروح نقليها، ومن بعد كي نقليها عاد نرجع نكمل الكميه الاخرى، لانه كي ديروه كميه كامله وعاد تروحوا تقليوها تلقاوه البنات ناشف ويا بس ما راحش يتورق معكم بزاف، ما راحش يعطيكم نتيجه المليحه. الزيت نتاعنا على نار تكون متوسطه، ما يحبش القريوش النار اللي تكون عاليه بزاف. الزيت تاعنا يكون سخون عادي. نحط الحبه تاعي تاع القريوش ونقلب عليها الزيت كما تشوفوا معايا هكا باش تورق معايا الداخل. عمليه سهله خلاص. ونقعد نقلب فيها حتى تاخذ اللون الذهبي اللي تحبوه نتوما، ومن بعد نحيوها حطوها في قطاره تقطر معكم مليح. شوفوا لي البنات الله يبارك الحبه تاع القريوش كيف تجي. كمل نقلي كامل كميه القريوش ونروحوا لطريقه التعسيل. عندي القريوش تاعي بعد ما قليته نخليه حتى يبرد تماما، بعد عاد نروح نعسلو. اذا تحتاجوا الكميه كامله عسلوها كامل ضربه مره. اذا يعني رايحين ديروها باش تناولوها يعني كل مره تتناولوا منها كميه، نفضل تخبيوها في علبه تغلق مليح، وكل ما تجيو تتناولوا تعسلوا القريوش تاعكم باه يقعد معاكم مقرمش ومعسل. العسل تاعو ما ينشفش معاكم. العسل هنايا سخنته البنات، ونجي نحط فيه الحبه تاعي تاع القريوش نخليها تتعسل في غردها، ومن بعد راح نقطرها من العسل الزايد ونرش عليها ججلانيه تكون محمصه كما راكم تلاحظوا. انا نفضل هنايا نرش عليها ججلانيه، وانتم الاختيار يرجع لكم. نحبها هكا بطريقه تقليديه. بعد ما نعسلو كامل، انا عسلت هنايا غير كميه فقط معاكم، والباقي خبيته كيما راه. كي نجي باش ناكل نعسل منه الكميه اللي انا حايبتها. نتمنى تجربوه بهذه الوصفه وتقولوا لي رايكم في التعليقات كيفاش خرجت معكم الوصفه. ونحب نشكركم من هذا المنبر على تعليقاتكم الرائعه، كلامكم الجميل الطيب، دعمكم ليا، دعواتكم الرائعه. نشكركم بزاف. نفرح بزاف كي ترجع الاخت للتعليقات وتقول لي باللي جربت هذيك الوصفه وخرجت معايا ما شاء الله. حتى واحده اخت معنا في القناه قالت لي باللي دخلت للتعليقات لقيتهم كامل يشكروا فيك. الحمد لله. انا هذا هو المبتغى تاعي، نقدم وصفه اللي تجربها تنجح معها. حتى الاخت المبتدئه كي تجربها تلقى الشرح المفصل، تلقى الطريقه المبسطه والمقادير المضبوطه والوصفه الناجحه. نفرح بزاف كي نرجع للتعليقات ونلقاكم خليتيو لي تعليقاتكم الرائعه. بصحتكم كامل. هذا هو القريوش تاعنا لنهار اليوم. شوفوا من داخل كيفاش يجي الله يبارك مورق روعه. زيدوا جربوها. نتلاقى معكم في فيديو قادم. من هذاك الوقت نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.